طبعا انا بعتذر جامد للعيبه اللي انا هذكر اسمها دي، اعتذر لها جامد. بس دي مشكلتكم ان انتوا انتقلتوا لفرقه تانية. يعني هو نص لعيبه الدوري المصري كلهم لا تصلح اصلا لممارسه نشاط كره القدم، بس حظكم ان انتوا انتقلتوا لفرقه جديده، فانا مش لاقي فكره فيديو فقلت هعمل عليكم الفيديو ده. يعني معلش، يعني هي رخامه. مساء الخير، يا رب تكون بخير. شيك او قهوتك واشرب ميه عشان صحتك، ويلا بينا نبدا. طبعا خلص الدوري اللي هو اغرب دوري شفته في حياتي في اي مكان في العالم من ساعه ما اتولدت، سواء من الغاء الهبوط لماتشات من غير فار لعدم خصم نقط بعد الانسحاب. بس انا مش جاي اتكلم في كل ده، يعني انا جاي اتكلم في اسوأ الصفقات في الموسم، ونظرا لمراعاة المشاعر يعني انا مش هرتب، فاهم؟ يعني بص انت ومزاجك كده رتبهم في الكومنتات. يعني انا مستني رايك بعد ما نقول اسماء، ترتب لي في الكومنتات ايه اسوأ الصفقات. هنمسك كل فريق حسب مركزه ونقول اسوأ الصفقات، فمن الاول للاخير. فقبل ما نبدا، لايكك الحلو وسبسكرايبك الاحلى، ولو عايز نتكلم تعالى على الفولو على الانستجرام في السريع كده. نبدا بالاهلي. الاهلي عمل واحده